انا بنصحكم نصيحه، يعني زي ما يكون واحد بيكلم اخوه، واحد بيكلم صاحبه، واحد بيكلم نفسه، واحد نفسه يقول له نصايح دي. انا والله العظيم الكلام ده انا عايز اقوله لنفسي. دلوقتي احنا في اوروبا، يمكن الدول العربيه هنمشي كده هتسمع صوت الاذان، هتسمع صوت قران، صوت صلاه التراويح، تشوف روحانيات، هنتعزم على الفطار، اذان الفجر، اذان المغرب، لمين مع الاسره، مستنيين الفطار، الخشاف والبلح، الحاجات. والله العظيم الغربه برضه ليها ثمن، قسما بالله الغربه ليها ثمن. الحاجات دي احنا محرومين منها. بس انا عايز اقول لك حتى لو احنا محرومين بلاش نحرم نفسنا. احنا نقدر، ان المغريات كتير والفساد كتير. مش هتلاقي حد بيمد لك ايده يقول لك ايه، تعال اخدك معايا للخير، تعال اخدك معايا للصح، تعال امد لك ايدي انك تبقى رفيقي في الجنه. صعب ان انت تلاقيه هنا في اوروبا، صعب الكلام ده. هنا المغريات بتاعت الفساد يعني حدث ولا حرج. والله العظيم بذكركم وبذكر نفسي، والله العظيم انا محتاج حد يقول لي الكلام ده، محتاج اقوله لنفسي، محتاج اعمله، محتاج اسمعه، محتاج انفذه. اوعوا ثمن الغربه يكون انك تبيعوا دينكم، اوعوا ثمن الغربه ان انتوا تأثروا مع ربنا. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تعسا من التعاسة لمن جاء رمضان ولم يغفر له. مثلا لو جه عيد مسلمين او عيد مسيحيين، هو احنا بنعمل فيها ايه؟ مش بنفرح وبنستناها وبنلبس جديد؟ طب هو لو العيد جه واحنا ما لبسناش جديد، طب احنا امتى هنلبس جديد؟ انتوا فاهمين المعنى انا عاوز اقربه لكم ازاي؟ طب لو احنا نفس الشيء، لو رمضان جه واحنا مش هغير مننا حاجه، لو رمضان دخل علينا وقلبنا ده هو قلبنا ونفسيتنا وتفكيرنا هو نفس تفكيرنا ونفسيتنا، طب امتى هنقول لنفسنا ستوب؟ طب امتى هنروح لربنا؟ يعني لما مثلا شهر ربنا سبحانه وتعالى بيقفل لنا فيه ابواب النار وبيفتح لنا فيه ابواب الجنه. لو ما رجعنالكش يا رب في رمضان، امتى هنرجع لك؟ لو ما تبناش ليك في رمضان، امتى هنتوب؟ لو ما رفعناش ايدينا وقلنا يا رب في رمضان، امتى هنرفع ايدينا؟ لو ما صليناش بالليل ودعينا ربنا ان يعني يصلح حالنا وحال العباد ويهدي لنا نفوسنا وعيالنا ويرزقنا ويبعد عننا المرض ويرزقنا الصحبة الصالحة، امتى هنقول؟ موضوع صعب. رمضان فرصة كبيرة قوي، كبيرة، المفروض ان احنا نستغلها كلنا، والمفروض ان كل واحد فينا يقف كده وقفة حق مع نفسه ويقول لا، ان كنت ضيعت عمري لكده، ان كنت ضيعت يعني رمضان اللي فات واللي قبله، انا مش هضيع رمضان ده. قرار، يعني يبقى قرار هدعي ربنا انه يعيني، لا ان رمضان ده انا مش هضيعه، وبعمل العمل ده عشان خاطر نفسي وعشان خاطر عيالي. يعني انا بقول كده في نفسي، انا راجل ما عنديش العلم الشرعي، ولكن دماغي كده. يعني ابو مهند المصري بتقول لي ان اجر الشخص اللي في اوروبا او في بلاد الغرب عموما بيبقى قابض على دينه، يعني اكيد اجره هيبقى مضاعف اكتر بكتير من اللي في البلاد العربيه. زي ما قلت البلاد العربيه كل حاجه، مع ان يعني سبحان الله ياما ناس برضه فيها فساد وبعيد عن ربنا. هو ربنا اللي فعلا هو الهادي، يعني سبحان الله في كل مكان وفي كل زمان. ولكن زي ما بقول هناك في حاجات ممكن، يعني اللي عنده 10% كده استعداد بتلاقوه في شهر رمضان لا ماشي تمام، كل حاجه حواليه، الصحبه، الاهل، طار الفجر. احنا برضو هنا محرومين منها يا جماعه، مش هنضحك على بعض. يعني فاللي يشوف قدامه اللي هنا والعياذ بالله، يعني شرب الخمر ده زي الميه، النساء العاريات، يعني
الوسط كله بيقول لك يلا، يعني انت داخل النار بصاروخ. انت عندك هنا حاجات، يعني لو ما خدتش وقفه مع ربنا انت داخل النار بصاروخ. الكلام ده لاي حد عايش في اوروبا. وسبحان الله في معنى جميل كده، يعني اتذكرته كان دايما ابويا يقوله لنا والله العظيم الله يرحمه: النفس هي الاقوى ولا الشيطان؟ مين اقوى على البني ادم؟ مين فيهم اللي اقوى، اللي ممكن يعني ايه يهلكك، نفسك ولا شيطانك؟ فسبحان الله هو مش ربنا بيكبل الشياطين في رمضان؟ طيب هو في رمضان الناس ما بتعملش غلط؟ طيب هي بتوقف ذنوب؟ لا. طيب يبقى مين اللي بيهلكك بقى في الوقت ده؟ ما هو الشيطان اهو ربنا مكتفه. يبقى مين اللي بيهلكك؟ نفسك يا باشا. نفسك والله العظيم، نفسك هي اللي بتهلكك، اللي موجوده معاك على طول وملازماك هي اللي بتهلكك. وبدليل ان لما بيجي رمضان مكتف لك الشياطين وعامل لك بيئه جميله ان انت تقدر تقدم على الخير وتقدم على الطاعه، ومع ذلك انت الوحش مازال وحش، والمذنب مازال مذنب، والخاين مازال خاين، واللي ما عندوش امانه مازال ما عندوش امانه، واللي بيسرق لسه بيسرق كده. نفسه هي اللي مضيعاه، نفسه هي اللي هلكاه. اذا النفس اقوى على صاحبها في الهلاك من الشيطان. ربنا يعافينا من شرور انفسنا، وندعي ربنا ان يبقى رمضان ده مختلف، وان احنا ناخد خطوه توصلنا لربنا. ووالله والله 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 اللي هيعمل كده بيحب نفسه. عارفين ليه؟ لان هيلاقي راحه نفسيه وسكينه. عارفين كده لما الواحد زي اللي بيطلع عمره نفسيته كده بتهدى وبترتاح. هو برضو شهر رمضان لو نفسيتك ما هديتش وارتاحت في التوقيت ده والروحانيات دي، طب انت امتى نفسيتك هترتاح؟ ما هي الدنيا دي يعني ربنا لما خلقها يعني كتب عليها الفناء، وكتب ان فعلا ما فيهاش راحة. والله ما مرتاح فيها غير اللي قريب من ربنا، والله العظيم مش فارقة معاه حاجة. ما مرتاح في الدنيا دي غير الانسان اللي ماشي في طريق ربنا، غير اللي بيخاف ربنا، اللي ما بيفكرش في الدنيا، غير اللي بيجي يعمل العمل يفضل واقف كده. لا 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 لا، ده ما يرضيش ربنا، لا لا مش هعمله. ده الصديق ده انا هبعد عنه، ده هيهلكني، ده مش هيوصلني لربنا. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض لو كل واحد يفرمل نفسه ويقول لنفسه هحطك تحت رجليا ومش هنساق وراكي، ومش اللي هتقولي لي عليه همشي كده واجري وراكي. لا 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 لا. عارفين لو كلنا وقفنا الوقفه دي والله العظيم ما هيبقى حال الدنيا هو حال الدنيا ابدا 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 ابدا. حبيت اقول لكم الكلمتين دول على الماشي جوه قلبي، يعني انا والله العظيم محتاج الكلمتين دول قبلكم. ربنا يجعله رمضان مبارك علينا وعليكم. ربنا يعني يجعله خير وهدايه لينا وليكم وللبشر اجمعين. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعودوا علينا وعليكم اعواما عديده وازمنه مديده باذن الله، ويجي وراء العيد. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في حاجه جديده. السلام عليكم. وعليكم السلام.